السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح نسوي أطيب بسكوت بحشوات ونكهات جدا لذيذة ترهم للضيافة وتكون جدا أنيقة وراح تبهر الكل. بالنسبة للمقادير راح نحتاج إلى قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وراح أضيف عليه نص كوب من السكر البودرة. ضروري تكون جميع المكونات بهاي الوصفة بدرجة حرارة الغرفة، لأنه إحنا راح نتعامل ويا عجينة بسكوت. بعد ما دمجت السكر ويا الزبدة كل زين، راح أضيف عليها بيضتين بالتدريج بدرجة حرارة الغرفة. أيضا ضفت البيضة الأولى وهسه راح نضيف البيضة الثانية. طبعا إذا كانت حجم البيضة كبير استخدموا بيضة واحدة، ماكو أي مشكلة. راح أضيف نص ملعقة من الخل على مود الزنخة مالت البيض. وبالنسبة للطحين بأي وصفة معجنات لازم تحطون الطحين بالتدريج. هنا أنا دا يستخدمه هذا الكوب هو 3 كوب، فأنا خليت من عنده 2.5 كوب من الطحين، وراح أضيف له 3 كوب من النشا، وراح أعجنهن، وراح أشوف إذا راح أحتاج راح أضيف له أيضا كوب ثاني من الطحين. شوفوا هنا أنا خليت 2 كوبين من 3 كوب من الطحين، يعني المجموع كلهن صارن 3 أكواب من الطحين لهاي العجينة، بس ضروري إنكم تضيفوهن بالتدريج. هنا أنا بعد ما عجنت العجينة زين، حاولوا إنه تعجنون العجينة مو عجن وإنما لم. خليت العجينة تبرد لمدة نص ساعة بالبراد. لازم أي عجينة بيها زبدة ترتاح لمدة نص ساعة. قسمت العجينة إلى 3 أقسام. هسه راح ننتقل إلى النكهات. أول قسم راح أخلي له جوز الهند، مبروس جوز الهند أو البقراش، أيا كان انتم تقولوا له. راح عجنته بنص هاي العجينة. طبعا نكهته راح تطلع تجنن، وراح أخليها ترتاح لحد التشكيل شوية. بعدين أو تقدرون تستخدمونها أيضا مباشرة. بالنسبة للتشكيل وللأشكال كلها ترجع حسب الذوق. أنا راح أسويه على شكل بسكوت خفيف يكون مقرمش، وجنب الشاي يكون جدا جدا لذيذ. قطعته بهذا الشكل الوردة، وراح أخليها بالصينية بيها ورق زبدة، وأخليه بالفرن على درجة حرارة 180 فوق وجوا 10 دقايق ويجي عندكم، بس لازم تراقبونه زين. بالنسبة للشكل الثاني تجيبون أي قالب من كب كيكس، أو تقدرون أي شكل انتم تحبون تسوون بيه. راح أدهنه بشوية زيت حتى ما تلصق عندي العجينة. فراح أجيب العجينة أفردها بهذا الشكل. الفردة خلي تكون مكلش خفيفة. وراح أجيب أكبر حجم قالب عندي، وهمين نرجع نقول بالشكل اللي انتم تحبونه. حبيت تكون على شكل وردة، قطعتها بهذا الشكل. وراح أخليه حاولوا شوية تمدونها تفتحونها حتى تكون على يعني الأحرف مالت العجينة تكون نازلة لي جوا، حتى تكون مثل الطاسة، حتى نقدر نحشيها بأي حشوة نحبها. فأني شوية قمت أفرد بها حتى تكفي الحجم مالت القالب بهذا الشكل. طبعا هذا الشكل راح يطلع عندنا جدا جدا أنيق، وبالضيافة راح يكون شكله يجنن. راح أكمل الكمية كلها، وراح أخليه أيضا بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. بس أهم شي تراقبوهن زين. هاي الوجبة الأولى من العجين. شوفوا شلون استوت وما خليته تتحمر هواية، وصار بسكويت يجنن، وطبعا انتفخ. وهاي الوجبة الثانية شوفوا شلون صارت تجنن، وصارت بالشكل اللي أنا أريده. وهسه نقدر نحشيهن بأي شي. بالنسبة للعجينة الأخيرة راح أسويها على شكل، يعني أكورها على شكل دوائر. يعني راح تكون عندنا بسكت تقليدي تقريبا هذا الشكل، راح أسويها بالشكل التقليدي. وراح نضغط عليها ضغطة خفيفة بهذا الشكل، وتجهز عندنا الشكل الثاني.
طبعا هذا راح يكون شوية هش لأنه العجينة تكون شوية ثخينة، فراح أخليهن بالقالب بالصينية عفوا، وراح أخلي جواهن ورق زبدة، وراح أجيب أي كوب وراح أضغطهن بهذا الشكل حتى يكون عندي الشكل اللي بأسفل الكوب أو الجلاس اللي عندكم، حتى يكون عندي هذا الشكل كلش حلو. طبعا مثل ما قلت لكم التشكيل كله حسب الرغبة. هسه راح أدهنهن بشوية من صفار البيض حتى لمن يستوون راح يعطني لون ذهبي كلش حلو. طبعا بس هاي العجينة دهنتها بصفار البيض، البقية ما دهنتهن. بعدين راح أجيب شوكة وراح أسوي بيهن بهذا الشكل بس من الوسط حتى يكون عندي شكل خطوط خطوط، وراح أدخلهن أيضا للفرن. عفوا أول شي راح أضيف لهن شوية من جوز الهند لأن لما يتحمر يطلع طعم جوز الهند كلش طيب، وأخليهم بالفرن على درجة حرارة 180 أيضا فوق وجوه، وراقبوهن 10 دقايق ويستوون. بالنسبة للشكل اللي سويناه بالقالب راح أزينه من الداخل بشوكولاتة، طحنت وياها شوية من المكسرات. طبعا تقدرون تزينوهن بأي نوع مربى عندكم، بالبيستاشيو، بزبدة الفول السوداني، بأي شيء انتم تحبونه وتفضلونه. أنا حشيته بشوكولاتة، خليت لهن شوية من طحنة المكسرات، وراح أوزعهن كلهن بهذا الشكل. هنا بعد ما كملتهن شوفي الشكل شلون صار جدا أنيق وجدا حلو. وهاي بعد ما خلصت الكمية وهاي الصينية استوت. شوفوا الشكل، طبعا كل الأنواع واحد أطيب من الثاني، واحد أحلى من الثاني. أتمنى يا ربي عجبتكم الوصفة، أو إن شاء الله تجربونها وتعجبكم. لا تنسون تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتضغطوا على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شي جديد. ومع السلامة.